بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونكمل مع بعض تاني. فيديو الخير اللي احنا كنا عملناه المرة اللي فاتت. كنا بقى ايه؟ عملنا نص الكمية المقادير بتاعتنا، وقلنا هنكمل تاني في فيديو تاني. ده بقى الرقاق بتاعنا، الكمية اللي كنا هنعملها رقاق مع الفراخ. بوريكم الكمية اللي احنا كنا هنعملها دي. اكتر من 15 كيلو دقيق كنا عاملينهم رقاق. دي المقادير بتاعتنا. وحاطين كنا مريبين لبن، وكانت الحاجة جايبالنا خض. الخض ده طبعا بيجي من عند الناس الفلاحين، بيطلع من السمنة البلدي وكده. وكانت جايبالنا سمنة ومية بقى وخميرة وسكر وملح. دي المكونات اللي احنا عجلنا بها كمية الرقاق. اللهم صل على النبي. كانت كمية كبيرة جدا جدا جدا. انا وجارتي عجناها طبعا مع بعض، لان انا ما كنتش اقدر اعجنها لوحدي. كنا احنا الاتنين بقى نازلين كده في قلب القروانة بايدينا، ونازلين نعمل شوية ونرتاح شوية. هنقطع بقى العجينة مع بعض كده ونوريها لكم. كده قطعنا العجينة اهيت. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. عملنا 3 صواني اهمت من العجينة اللي احنا عملناها مع بعض. 3 صواني دول كانوا 3 صواني كبار، فهي كانت طالبة مننا كمان نعمل قرص كده لها. فعملنا لها من نفس العجينة 3 صواني قرص كده من نفس عجينة الرقاق. وعملنا 3 صواني رقاق. وكده بوريكم بقى واحنا بندخل الرقاق في الفرن. كان طالع جميل جدا وتحفة، وكان طري وجميل. طبعا الرقاق لو انت حابة تكسبيه ما تحمرهوش خالص علشان خاطر ما ينشفش معاكي. كده انا كنت بوريكم الرقاق وهو طالع كده من الفرن. كده خلصنا بقى الرقاق واتضيرنا بقى على الفراخ. طبعا احنا لما خلصنا الرقاق حبينا نشوي وراه الفراخ بتاعتنا، علشان نخبز الرقاق الاول كده ونرتاح بقى واحنا قاعدين قدام الفرن كده نشوي الفراخ. لان طبعا شوي الفراخ بتاخد ان انت بتدخلي الصاج الفرن وبتقعدي جنب منه، انما الرقاق لازم تعمليه الاول. كده كنا عملنا اول صينية وريتها لكم، ودي تاني صينية اهيت كنا مدخلينها تاني مع بعض. احنا كده عملنا 4 صواني من الصواني دي. كده بوريكم بقى واحنا بنلف بقى الكوم كده اللي هيطلع لله ده. هي زي ما قلت لكم كانت جايبه الوراك كبيره جدا، فاحنا قطعناها. شوفوا ما شاء الله، يعني الكوم كبير مش صغير. قطعنا الحته العريضه دي لوحدها والدبابيس لوحدها. بس احنا كنا في الوقت ده لفينا الدبابيس، لان كنا شويناها اول صاج. كنت خليت الدبابيس كلها صاج واحد علشان ما تتحرقش قبل الحته العريضه دي. خليناها لوحدها علشان انتوا عارفين الدبابيس ضعيفه ومش بتاخد سوا زي الحته الكبيره. كده بقى ان احنا لفينا اهون. الصاج اللي كان يطلع كانت جايبالنا ورق السلوفان علشان نلفه فيها. شفتوا الفراخ طالعه جميله ازاي؟ كان طعمها وريحتها ما شاء الله عليها، كانت طالعه جميله جدا. ربنا يقدرنا يا رب على فعل الخير، وما تندموش على حاجه بتعملوها لله، وربنا يوسع عليكم وعلينا ونعمل لله. ونقدر كده ان احنا نرضي ربنا باذن الله. كده بوريكم بقى الكمية اللي كانت بتطلع. كنا بنلفها اول باول. ده صاج تاني اهون، ده الصاج التالت كنا دخلناها الفرن وطلع كمان اهوت علشان نلفه. اللي كان بيطلع كنا قاعدين بقى في ريح الفرن كده، وحاطين الطبلية بتاعتنا، وحاطين الورق السلوفان جنب مننا ونلف. كده بقى خلصنا فوق عند الفرن ونزلنا تحت في الشقة. جبنا بقى الرقاق وجبنا الاكوام بتاعت اللي احنا هنعبيها. وكانت جايبة بقى اكياس كبيرة واكياس صغيرة علشان تعبي بقى كل واحد كومه والرقاق بتاعه، عشان لما تروح هناك تفرق ما تحترش. تبقى هي عاملة لكل واحد كوم والرقاق بتاعه في كيس وتديهوله. ربنا يوسع عليها يا رب، ويوسع على حبايبها اللي مساعدينها، وربنا يصلح حالها يا رب وحال كل اللي ساهم في الفيديو ده. كده اهوت هي كانت قاعدة هيت وبتعبي معانا. حطت الكيس في الكوم في كيس صغير وربطت عليه، واحنا كنا بنعبي لها الرقاق في كيس تاني اهو. الكيس الكبير تاخد رقاقتين وتحط الكوم
معاه في الكيس والرقاقتين. وهي على فكرة متعودة كده كل سنة بتعمل كده، ربنا يوسع عليها يا رب ويجازيها خير ويجازينا خير. لو حابة تعملي خير ما تتردديش فيه ابدا، اعمليه من غير تردد، لانه بيشيل عننا حاجات كتير. كده اهوت انا بوريكم الكوم والرقاق معاه. هي رايحة الزيارة ديت لستنا ام هاشم، وادعولنا ان احنا ربنا يوسع علينا ونعملها. ستنا ام هاشم وستنا عائشة وسيدنا الحسن والحسين وستنا نفيسة، هي بتزورهم كل سنة. ده بقى كنت بوريكم كمية الاكوام اللي احنا عملناها، كانت كمية كبيرة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو بتاعي بقى ما تنسونوش باللايك وبالاشتراك في قناتي على اسرار الطبخ مع ام علي، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.